قسمين، 20 الأولى والقسم الثاني فيه 23 حديث. وهو الصعوبة وين كاين في الحديث؟ لأن نصوص الحديث أغلب الناس يحفظونها، الحديث مثلا الحادي عشر احفظ الله عفوا حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما يريبك. اللي وراه الثاني عشر من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. اللي وراه الثالث عشر لا يؤمن أحدكم حتى يحب له. هذا هو الحديث. إذا وراء الإشكالية كاين في الصعوبات، كاين يوقع الخطأ في الصحابي اللي يروي الحديث، ويقع في الإمام اللي خرج الحديث قال البخاري الترمذي النسائي أبو داود، ويقع في بداية الحديث. أنا من خلال دراستي الأربعين وجدت باللي كاين 5 بدايات. ما له 5 بدايات، كل بداية نحصر الطالب من الصعب. هذا البداية الأولى رضي الله عنه قال سمعت فيها 4 أحاديث و20 يقيدها إما بأسماء الصحابة عمر بن عمر والنعمان عبد الرحمن، وإما واحد من مضاعفة 3 هما 4 أحاديث، 1 و3 وزيد 6 و9 يقيد أو قيد. نعطيكم مثال في الأئمة اللي شوفوا هذه الأئمة الآن نقول لكم الآن قبل ما نعطيكم النسخة تعودوا عرفتوا كل إمام شحال روى الحديث، كان روى 4 ولا 5 ولا 10 17 و 18. شوفوا تبعوا احنا هنا نستعمل الأصابع في هذه الثلاثة نقولوا كاين اللي يروى كاين اللي يروى حديثين، وكاين اللي يروى 4، وكاين اللي يروى أكثر من 4. اللي يروى حديثين هو البخاري. باش يقيدوا هذا البخاري أنا نسألكم سؤال، 20 كم فيها من 5؟ 4. ال5 الأخيرة من أين تبدأ وأين تنتهي؟ إذا نحن نقول ال5 الأخيرة أولها وآخرها. هم قيدوا البخاري يقيد 16 و20 16. وبعدها مسلم عنده 4. لا بل نقيدهم نقولوا كاين رقمينهم، نقولوا العددان الزوجيان الأوليان من 10 الأولى. شو العددان الزوجيان؟ لا السؤال، لا نعود السؤال. العددان الزوجيان